صلاح الصاوي وسلمان العودة وسفر الحوالي وعائض القرني والعريفي وحسان وربعه والحويني وربعه، كلهم وغيرهم في رموز هذه الجماعة. إن سألت عن اسم هذه الجماعة فاعلم أنهم يسمونها بأهل السنة والجماعة، كما جاء ذلك في مقال محمد البدري في مجلة البيان في عددها رقم 28 لشهر شوال سنة 10 و400 وألف، فقال في الصفحة 15: وهي الجماعة التي تدعو فصائل الحركة الإسلامية إلى الالتزام بها، جماعة أهل السنة، الجماعة العامة الواسعة. ويقول في الصفحة 18: ولنسير جميعا إلى أهدافنا تحت راية أهل السنة والجماعة. وتأمل أيضا السلسلة التي تصدرها دار الوطن للنشر تحت عنوان رسائل ودراسات في منهج أهل السنة وأحيانا والجماعة. ولا يفوتنك النظر إلى كتابهم العمدة أهل السنة والجماعة، معالم الانطلاقة الكبرى لمحمد عبد الهادي المصري. فهذا دستور القطبيين فيما يتعلق بالتشكيل والتكوين إلى غير ذلك من وسائل التنظيم، كلهم يتوفر عليه قراءة وتفهما ونظرا. وكذلك انظر إلى ما قاله عائض القرني في شريطه فر من الحزبية فرارك من الأسد، حيث قال: بل نحن أهل السنة ليس لنا اسم إلا أهل السنة، ولا يجوز امتحان الناس هل أنت إخوانيا أو سلفيا أو سروريا أو تبليغيا، وما هي جماعتك التي تنتسب، ولا بد لك من جماعة، بل جماعتك أهل السنة والجماعة، هذا هو اسمها الذي تنتسب إليه، وهو مفرغ من محتواه، وهو دعوة عريضة لا يقوم عليها دليل ولا شبهة دليل، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وغاية هذه الجماعة إيجاد جماعة المسلمين، ومن ثم إمامهم ودولتهم كما يدعون. ويوضح ذلك ما جاء في نشرة مركز بحوث تطبيق الشريعة الإسلامية في العدد 4، والنشرة معنونة به شرعية الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية. جاء في الصفحة 34 عنوان هو: الجماعات الإسلامية خطوات مرحلية في الطريق إلى جماعة المسلمين. يذكرك هذا بكلام البرهامي في تلك الرسالة الشائهة المشوهة التي يتوفر عليها كل منتسب إلى سروريته، وكانوا يعلمونها الناس قبل أحداث 25 من يناير، حتى في الزرائب، في الحظائر، حظائر المواشي، لأنهم يستخفون ولا يظهرون. في الصفحة نفسها تجد قوله: إن الجهاد لنصب الإمام وإقامة الدين وتحكيم الشريعة فرض على الكفاية في هذه الحال. في هذه المرحلة يأتي دور الجماعات الإسلامية باعتبارها تجمعات مرحلية في الطريق إلى جماعة المسلمين. وغاية هذه الجماعات أن تتولى إعداد الطليعة المجاهدة والقاعدة الإيمانية الصلبة. لقد سبق أن الأصل عند انعدام السلطة الشرعية هو انتقال هذه السلطة إلى الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد منه، وأن على هؤلاء أن يجمعوا كلمة الأمة حول متبوع مطاع تنتظم به الكلمة وتتوحد به الراية، ويبدأ من خلاله الجهاد في سبيل الله. وجاء في العدد 12 من السلسلة السابقة نفسها والمعنون به
مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في مسيرة الجماعات الإسلامية، جاء قولهم: والأصل في ذلك كله أن الحركات الإسلامية اليوم بمثابة الجيوش التي ينبغي أن تنتظم بها الأمة كلها على اختلاف مذاهبها ومشاربها. كلام من هذا؟ قد سمعته من قريب، وكلام منظر القطبيين والتكفيريين في العالم صلاح الصاوي. يقول: لدفع فتنة الكفر ورد خطره عن دار الإسلام فهي البديل عن الدولة الإسلامية. هؤلاء الذين ينضمون إلى تلك الجماعات والفرق من أهل الأهواء والبدع هم البديل عن الدولة الإسلامية، ولا بد من جمعهم حول أهل الحل والعقل من المتردية والنطيحة وما أكل السبع. يقول: فهي البديل عن الدولة الإسلامية التي كانت تجند كافة المسلمين إذا داهم العدو دار الإسلام، ولا تحجب أحدا ممن ثبت له عقد الإسلام من الاشتراك في هذا الجهاد، ولا تمنعه منه، ولا تحجب عنه الغنيمة والفيء ما دامت يده مع يد المسلمين.